اليوم مش بس موسيقي، لا ده كمان متعمق في النفس الإنسانية وفي الحاجات اللاهوتية، وبيطلع بنظريات في المهلبية هنشوفها في الحلقة دي. بما إن الواقع مش بيتغير إلا للأسوأ في أغلب الأحوال، فالحل الأفضل للتعامل معاه هو السف والتهييس عليه، وهو ده هيسولوجي، علم التهييس أو التهييس العلمي. كما نؤكد على احترامنا لجميع الأسماء والأشخاص والكائنات والحيوانات وأي حد وأي حاجة هيتم ذكرها في البرنامج. يلا بينا. بتفتي في اللاهوت، في السياسة، في العلوم، وكل نقطة فيهم بحر وانت ما بتعرفش تعوم. العلم قال تصديق المؤامرة درجة أقل من الذكاء وانت بتألف. أهلا بكم في هيسولوجي، دي الحلقة التانية من ويصة وأشياء عويصة. هنشوف حاجات وشوية أفكار كده طرحها المرنم فيليب ويصة، وهنستعرضها عشان نبقى غطينا كل الجوانب. لو لسه ما شفتش الحلقة الأولانية ففي لينك دلوقتي هيظهر فوق، روح دوس عليه واتفرج وتعالى لنا. لو انت بقى من الناس اللي شافوا الحلقة الأولانية فكويس، ركز بقى معايا واستنى لحد آخر الحلقة عشان في كلام مهم جدا هقوله في الآخر. يلا بينا. الحلقة دي هتبقى مختلفة شوية. أنا المرة دي هحاول أدافع عن فيليب ويصة، مش هنتقده ومش هقول عليه بيقول أي كلام، هحاول أدافع عنه، وعشان بقى كده مهما اتقال عليا أبقى منصف معاه. فتعالوا بقى النهاردة ندافع عنه ونشوف اللي هيحصل. أوكي؟ بصوا، فيليب ويصة يسرق ويترجم ترانيم لكن يغير في كلامه ومبادئه لا. هاشتاج الصوفية قد تبدو أرضية روحانية مسالمة ومشتركة لكل الأديان، وقد يبدو هذا جيدا للبعض. لا أريد دينونة أحد، ولكن الخوف الحقيقي هو أن يتم تلميع الصوفية عالميا لأسباب غير معلنة. لا يزعجني كثيرا ما يجد جذورا للصوفية في المسيحية أو اليهودية، لكن ما يزعجني حقا هو استخدام الصوفية كأرضية مشتركة لخلق هاشتاج دين عالمي موحد، يعني كله ينفع. انا اكتر من مره اتكلمت عن ان لا اؤمن برمزيه الوحي، واتكلمت ضد الصوفيه، وبعدين كل واحد فينا عنده مواضيع بتشغله اكتر من مواضيع تانية. اوف بقى. فعلا فيلو اتكلم كذا مره ضد الصوفيه وانا شاهد على الكلام ده، حتى شوفوا كده. فيليب ويصة هو تناقض بين صوفية إيمان المسيح الشرقي الأصيل المتأصل في تربة مصر، وأيضا المنفتح على ألحان غربية جديدة. مظبوط. اللي قال لك كده مظبوط. كسفتني يا اخي. طب بص، هندري على الموضوع، يا رب ما يكون حد لاحظ ان انت بتغير كلامك. ها، ما اعتقدش يعني الناس ملاحظه الكلام ده ولا مركزه، فايه نداري ومحدش شاف. اوكي، انت استاذ في انك تقول كلام كتير وترجع فيه، مش اول مره. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. عادي، ايه المشكله؟ بيرجع في كلامه، يعني الترند. طب اللي ماشي اليومين دول بناكل عيش، مش من حقه ياكل عيش؟ اللي ماشي دلوقتي اهاجم الصوفيه، فاهاجمها ما يضرش، ما هاجمهاش ليه؟ حتى لو انا اتقدمت في البرنامج على ان انا صوفي وقلت هزيت دماغي قلت ايوه اللي قال لك كده صح، عادي. طالما في اكل العيش، اكل العيش يحب الخفيه، فاحنا نهاجم اي حاجه مش هتفرق، اهو كله ماركتينج. بصوا، فيلو يسرق ويترجم ترانيم يغير في كلامه لكن يقول معلومات من غير مصادر موثوق فيها لا. واو، هذا الكلام يوزن العقل ويريح روحي. إذن فيمكننا الآن بكل وضوح رؤية هاشتاج نظام عالمي جديد يتكون بعناد وإصرار نمرودي هجيني نفليمي، دافعا مشروع بابل إلى الأمام، رافعا راية المناوئة الكاملة لملكوت الله. الآلهة تسكن الجبال، لذلك بنوا برج بابل لكي يسكنوا الآلهة واحدة. ترجمة بابل ليست فقط لأجل بلبلة الأنسلة، بل بابل هي باب الإله. من كتاب ملكوت الله، دكتور إيهاب جوزيف، أستاذ العهد القديم واللغات السامية بكلية اللاهوت. أفضل كتاب قرأته بالعربي عن هاشتاج الملائكة أو هاشتاج الرياسات الساقطة الذين قال عنهم الكتاب المقدس في تكوين 6 أبناء إلهيم الذين رأوا أن هاشتاج بنات الناس حسنات فتزوجوا منهم وأنجبوا العمالقة أو الجبابرة أو النفليم. كتاب اسمه ملكوت الله للدكتور إيهاب جوزيف، أعتقد مرجع عظيم لهذا الموضوع، مرجع عظيم. ويشرح ملكوت الله من أول بابل إلى أن تنتهي بابل ويتم إعلان عن كل هذه الممالك مش عارف إيه. أهو جايب بقى كلام من دكتور، جايب اسم الكتاب، اسم الكاتب، مرجع، يعني الراجل جايب المصدر ومحدده، ما حدش له حجه. انا كنت عارف انك مش هتكسفني، كنت عارف. مما رايته من تعليقات البعض، هاشتاج عماليق ليس الجسد كما سمعنا في الماضي، لا، ولا هو رمز لاي شيء، بل جنس حقيقي كامل نفليمي هجين ومدمر. ويكفي ان تنظر الى صور الحفريات الحديثه، لم يتعلم البشر اكل لحوم بعضهم البعض وشرب الدماء الا من هؤلاء. هو ده المصدر؟ ده المصدر اللي انت نقل عنه، هو ده الدكتور.
طب يعني الصورة دي لفت النت كله، وكل واحد عنده معتقد فسرها حسب معتقده، وفي النهاية ده لا حفرية ولا نيلة، ده عمل فني، دي حاجة فنية، ده جزء من عمل فني كان شخص دخل به مسابقة، وكتير من المواقع منهم موقع ده بجد كدب الصورة دي وقال ان ده حوار، ده مش حفرية. ثانيا انا مش هدخلك في حاجات مش هتفهمها، بس انا كواحد انثروبولوجي يعني دارس علم الانثروبولوجيا والحفريات، مفيش حفرية في العالم وجدت بالشكل ده، مستحيل يحصل ان انت تلاقي حفرية كاملة بالشكل ده والناس نايمة جنبها كده في الحلاوة، ده مفيش حاجة اسمها كده اساسا، ده بقى المصدر اللي انت ناقل منه، بس صور متألفة كده بأي كلام ويقول لك بصوا يا الحفريات، مصدر يعني. بتحط نفسك في مواقف بايخة. يبدو أن الأفلام الخيالية ما هي إلا تمهيدا لما هو آت. ملخص المقالة: على غرار الكائن الخرافي في الأساطير الإغريقية والذي يدعى كيمير، نص حيوان ونص إنسان، بعض العلماء يعملون على تطوير كائن حي هجين بين الإنسان والحيوان، والبعض يراه لإفادة البشر وتكوين أعضاء بشرية داخل أجساد حيوانات تستعمل عند الحاجة، وبعض العلماء يعتبرون أن الخلط بين الإنسان والحيوان كارثة تنشئ لنا كائنات 60% بشر و40% حيوانية. تخيل مثلا إنسان مهجن لكن بقوة وافتراس الأسد، المثل ده توضيحي مني أنا الحمد لله. في آخر المقالة يرى الكاتب أنهم يجهزون لجنود بمواصفات خاصة لمعركة هاشتاج هيرمجدون بين نظرية المؤامرة والواقع التكنولوجي المتقدم. كيف ترى هذا من منظور مسيحي وإنساني؟ ومصدرك إيه بقى؟ موقع اسمه كاريزما نيوز، موقع كاريزما نيوز موقع مسيحي ملوش اي تخصص او صفه علميه او لاهوتيه، يعني هو موقع عادي يعني اي حد ممكن يعمله. وكمان التاني بيقول لك بيجهزوهم لمعركه هيرمجدون. بص انا برضو مش عايز ادخلك في تفاصيل انا متاكد انك مش تفهم حاجه فيها. ادويه كتير جدا وحاجات وعلاجات كتير جدا بتتخلق في اجسام حيوانات وبتستعمل في انزيمات حيوانات، فلو هو الغرض ان هم يعملوا حيوانات ويجهزوا فيها يعني جزء من اعضاء معينه بقى كليه كبد عشان يعملوها، مع ان انا طبعا انا مش هفترض ان ده اتقال، انا بقول لو على افتراض ان الكلام ده صح، فعشان يجهزوا كليه بقى كبد قلب عين ويركبوه في الانسان عشان يعيش، فانت شايف ده تهجين. وكمان ايه، لا تهجين بيجهزوهم لمعركه هيرمجدون. هما يا ابني العلماء فاضيين لك؟ بص يا حبيبي، العلم لا دين له، ما تفرقش انت معاه اساسا، اللي يفرق معاهم الحاجه بتشتغل ازاي، الكون ده معمول من ايه، ازاي نعالجه وازاي نصلحه لو احتاجنا. شكرا. اللي انت بتقوله ده بقى ده يندرج تحت الفتي. انت متاكد ان الخيال العلمي ده في الافلام مش في دماغك؟ ركز بقى، ها؟ انت كاتب خيال علمي مميز، ها مش افضل من يوحنا الرائي. يا ريتك ما كنت رديت، لا بجد يعني انا بحاول ادافع عنك وانت بتكسفني والناس هي اللي بتقوم معاك بالواجب، تمام؟ عشان ما تقولش عليا حاجه. بحسب مصادر رسميه قرر سحرة العالم ان يتحدوا في صلوات شهريه لكي يسقط الرئيس ترامب، وما لفت نظري انهم يقولون انه لكي يعمل السحر يجب ان يقدموا الصلوات او بالاحرى اللعنات في توقيتات محدده في وقت الذبيحه الشهريه رؤوس الشهور في الفجر وبحسب تحرك القمر الهلال. ألا تتعجب ان السحرة فاهمين قوة الصلاة وتوقيتاتها اكتر مننا؟ لسه عندك شك ان كتير مما يحدث في العالم متأثر ببابل وقوة السحرة والعرافة والعيافة؟ لا اتعجب من ان كل سحرة العالم يتحدون ضد ترامب، فالراجل بغض النظر عن ماضيه وخلفيته واي مدى صدقه او ايمانه، لكننا نعلم شيئا واحدا، ان الراجل وقف بقوة ضد زواج المثليين وضد الاجهاض وضد اجندة التحولات الجنسية والحمامات المشتركة وغرف تغيير ملابس مشتركة في المدارس الاولاد والبنات زي ما كان يريد اوباما وكلينتون، ها؟ وهذه الامور هي اقوى اسلحة لابليس في نهاية الايام، وخطورتها انها ممزوجة بعسل حقوق الانسان اللي مسموم في حقيقته. طبعا الخبر بيقول ان المسيحيين بيطالبوا باقامه صلوات مضاده لابطال السحر. مصادر رسميه واللي هي بقى ايه، صفحات سوشيال ميديا وفيسبوك، هي دي مصادرك الرسميه. لا مصادر يعني مش اي كلام. وطبعا بيهددوا الرئيس المؤمن الخلوق قاهر الشياطين وقاهر اي حد غير امريكي او ابيض، دونالد ترامب المؤمن، وعايزين يعملوا له عمل يعني ده بما فيه يعني. وشايف انت بقى ان كل الحاجات دي هي اخطر حاجه في العالم. طب مصادرك ايه تاني؟ يعني بتشوف يوتيوب مثلا؟ خلينا اساعدك يا اخي. ايه ده؟ لا ثانية واحدة بقى، شغل يا ابني. مش دي الست المجنونة اللي شايفة العالم كله مؤامرات وان الباباوات كلهم كدابين والاسوس كلهم بيعبدوا الشيطان وماسونيين وشايفة ان الارض مسطحة وكده؟ لا كده تماما انا اطمنت عليك. هاشتاج العماليق، هاشتاج نفاليم، هاشتاج الجبابرة. كاتب كويتي: لا توجد دولة تسمى فلسطين واسرائيل صاحبة الارض، الفلسطين هم من الجبابرة المشتتين بحسب الآية اللي استشهد بها الكاتب. معتز مطر يقول: فجأة تكتشف ان كل حاجة كانت وهم، كله كان وهم، القديم والجديد. معتز مطر وكاتب كويتي. لا انا كده اقتنعت، لا فعلا مصادرك حلو، انا كده اقتنعت. بصوا، فيلو يترجم ويسرق تنانيم، يغير كلامه، يقول معلومات من غير مصادر موثوق فيها، لكن يشجع اسرائيل بقى والقتل
والحاجات اللي زي كده، ويقول فلسطين ما كانش ليها وجود وان هم كانوا جبابره مشتتين وبالتالي هم ضد الله والكلام ده كله. لا انا ما اعتقدش بصراحه. اصلي ازاي اي انسان مسيحي مؤمن عارف تعليم المسيح اللي فيها الحب يشجع القتل، او يقول مثلا انه حد يحتل ارض حد يبقى يعني شخصيه او حاجه كويسه؟ ده حتى ما فيش انسان محترم يعمل كده. فانا لا بصراحه، انا حاسس ان فيلو مش هيكسفني في دي. خبر جاي من الامم المتحده بخصوص اسرائيل يبقى لازم يكون حاجه من اتنين، يا اما خبر كاذب يا اما مبالغ فيه او متلفق. مفيش حد في الدنيا بيكره اسرائيل زي الامم المتحده، ومن ساعه وجودها وهي ضد اسرائيل طول الوقت وكانها اتولدت لكده. كمان هم ضد كل قيمه موجوده في المسيحيه زي الزواج والعائله وتربيه الاولاد وزواج المثليين والاجهاض الخ. طبعا الامم المتحده بكل قراراتها ضد اسرائيل، حاجه معروفه يعني. هم بس اعترفوا بيها كدوله من لا شيء كده بس، لكن هم فعلا من اول ما اتولدت الامم المتحده وهي ضد اسرائيل فعلا. اما بقى الاطفال الفلسطينيين فهم طبعا اللي بيموتوا نفسهم ويلزقوها في الاسرائيليين البرقه. ليه بقى؟ عشان هم اساسا عماليق واشرار كده، فبيموتوا نفسهم ويلبسوها في الاسرائيليين. يقول لك بقى ايه، شوفوا بيموتونا ازاي وشوفوا مش عارف ايه. كذب طبعا. وصفقه القرن بقى اللي بيعملها حبيبك ترامب اليومين دول طبعا في صالح الفلسطينيين 100% طبعا. واسرائيل اساسا رفع عليه قضيه وعمالين طول النهار يرقعوا بالصوت ويدعوا عليه طول النهار، وانا وانت عايشين في كوكب زحل وبنتغذى على اوراق حشائش البانجو. كفايه تقديم ذبائح بشريه، كفايه التضحيه بالاطفال للاله مولخ. فعلا كفايه قتل الاطفال. بس طبعا اطفال الفلسطينيين دول تقريبا بيتقتلوا للاله تفتح الحديدي لكن مش للاله مولخ. انما الاله مولخ بيحب الاطفال اي حد غير الفلسطينيين او الجبابره الاشرار دول. بص، في مستوى اخلاقي معين الانسان بينزل له بيبقى من الصعب الرد عليه بدون الفاظ او بدون شتيمه. انا هسيب الناس تعلق، لكن بصوا، فيلو يسرق ويترجم ترانيم ويغير كلامه يقول معلومات من غير مصادر موثوق فيها يشجع اسرائيل ويشجع القتل لكن يتكلم بقى في دجل وشعوذه ونظريه المؤامره وغيبيات كده ملهاش اي اساس ولا ليها اي معنى. لا انا ما اعتقدش في اللي بيعمل كده بصراحه. وبصراحه يعني انا قلقان منك، يا رب ما تكسفني. هاشتاج شذوذ ديزني ليس بجديد. عايز اشارك مشاركه تبدو غير منطقيه. طب كويس انك عارف. اقرا للاخر وشارك لو تحب. من سنتين جيراني كانوا بيتخلصوا من الكراكيب فاعطوني كتاب قصه ذا بيوتي اند ذا بيست، القصه الشهيره لوالت ديزني. حطيت القصه جنبي على السرير ونمت وقلت اقراها بعدين. في وسط الليل سمعت صراخ مزعج جنبي على السرير فقمت مخضوض، ودي كانت اول مره تحصل في حياتي. بصيت ما لقيتش حاجه ونمت تاني. الصبح بصيت مطرح ما سمعت الصوت لقيت الكتاب، قلت اقراه بقى لاني عمري ما قريته. في الحقيقه صدمت جدا وكان واضح جدا ان هذا الكتاب يمهد اطفالنا لوقت الوحش الحقيقي ولقبوله ومحبته والخضوع له. ولكم ملخص ما قرأت. بص، هو طبيعي ان انت تسمع صريخ بالليل. يعني يا بابا انت ما بتفكرش غير في لوسيفر وعبدة الشيطان والنفليم والجبابرة. طبيعي تسمع صريخ بالليل، لكن مش عشان انت جالك كابوس يبقى الكتاب ده هو سببه. يعني اللي بيتفرج على فيلم رعب بيقعد ما ينامش 3 ايام. انت بتقول ايه؟ كل الناس وكل الاطفال خدوا الرواية دي وخدوا الفيلم ده على انه ببساطة ما تاخدش بالشكل. ان اللي بيحدد الانسان جوهره مش شكله، افعاله مش شكله. هو ده اللي الناس فهمته واللي الناس خدته، هو ده اساسا الهدف من الروايه. ثم تعالى هنا، انت ليه بقى ما اتكلمتش على بقيه الشخصيات؟ ولا انت عشان ما لقيتلهمش تأييفه؟ عندك البراد المسحور، عندك كوبايات المسحوره، عندك الشمعدان، عندك الحاجات دي كلها اللي كانت في الروايه. اشمعنى دول ما عرفتش تطلع لهم رمز؟ واشمعنى دول ما عرفتش تأيفهم؟ ولا هم عشان مش راكبين على نظريه المؤامره بتاعتك؟ اعلان هاشتاج كادبري الجديد مغرق شوارع مصر. اطلق السعاده، الفضائيين جايين. وهنا عده اسئله. هو ليه المفروض احنا واطفالنا نفرح بان الفضائيين جايين؟ لماذا يتم تعليم اطفالنا ان الفضائيين كائنات كيوت في كل الافلام والاطفال الدعايه الحديثه رغم منظرهم القبيح والذي كان في وقت مضى مدعاة للخوف اما الان فمدعاة للسعاده؟ هل هذه بحق اشكال الفضائيين ام اشكال ديمونز؟ طب دول ولاد ولا بنات؟ ولا الاعلام بيوصل رساله واضحه ان دول لا ولاد ولا بنات وتاكيد على الايكواليتي في الجنس واضطرابه وطمس الهويه الجنسيه اللي ماشي في مدارس الغرب اليومين دول؟ الايكون بتاع سناب شات والاكثر استخداما للاطفال على شكل وجه جوست شبح لكن كيوت. هاشتاج ديمونز كيوت. يراد لنا ان نحبهم ونستمتع بهم ونتعايش مع اشكالهم بل وننتظرهم لانهم قادمون. هاشتاج نظريه المؤامره. بص، بيني وبينك كده، اولا اي اعلان في الدنيا هدفه ان هو يجيب نظرك، فهم الاعلان ده كده نجح ان هو اساسا شد نظرك. يعني هو جاب عينيك، خلاك تركز معاهم وتشوف. كونك انت بقى تاخد الاعلان وتأوله وتحاول تحلل منه نظريات، فهو ده بيفكرني بنفس الكلام اللي قلت لك في الاغنيه قبل كده، انك انت ما تفرقش اي حاجه عن توفيق عكاشه واحمد سبايدر. بتحاول تطلع اي رساله خفيه بتتقال في الاعلانات. ثم مين قالك انه الاعلانات، انه الافلام والعلماء والناس دي بتقول لك ان الفضائيين كائنات كيوت؟ على العكس تماما. العلم بيقول والافلام حتى بتبين الكلام ده، انه لو الفضائيين جولنا الاول فده معناه ان هم بيمتلكوا تكنولوجيا اعلى مننا بكتير. وهنا احنا في وضع الفريسه حرفيا، احنا هنتبهدل.
ان هم اقوى مننا بكتير. ده لو هم لقونا الاول، ده اذا لقونا. ثم انت عرفت منين ان الفضائيين اشكالهم قبيحه؟ شفتهم انت قبل كده؟ ما مصيبه لك تكون شفتهم مش عارف افلام ايه اللي انت مش عارف بتتكلم فيه اساسا. مين قال لك انها كائنات وهميه؟ هل رايت شياطين من قبل؟ لا طبعا مش بتكلم على الشياطين، ولم ارى شياطين من قبل، لكن بتكلم على الكائنات الفضائيه. هو في كائنات فضائيه فعلا؟ وهل ده شكلها؟ مفيش كائنات فضائيه، لكن روحيه ساقطه ولها اشكال، لها شكل وليس فقط روح. يعني اساسا انت بتقول ان مفيش فضائيين. اوكي طب يلا يا جماعه، كل عالم بقى يلم لي عدته كده. خلاص يا جماعه، فيليب ويسا اعلنها لكم. فيليب ويسا قال مفيش فضائيين، خلصت. ما تدورش بقى، انت تتعب نفسك ليه؟ الراجل قال لكم وحلها لكم، وقال لكم ان اللي انتوا بتدوروا عليهم من زمان دول كائنات روحيه ساقطه. الله، ثانيه واحده، هو انت سالت في الجزء اللي فات هو شاف شياطين قبل كده ولا لا؟ لا 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 اكيد لا لا. ما هبص، لا مش للدرجه دي فيلو. لا يا جماعه، لا لا ما هتقلقوني. لا انا ما اعتقدش ان فليب ويسا هيوصل للدرجه دي. ايه، انا خايف اشوف ايه. ترددت كثيرا ان اكتب هذا البوست، لكن قررت اكتبه اليوم على اي حال واجب فحصه في ضوء كلمه الله. من حوالي سنه كنت سايق على طريق السويس قبل مدينه الرحاب، وفجاه شفت بعيني الجسديه ارواح شريره واقفه على الطريق من الجهتين يمين وشمال. ولما سالت الروح القدس ما هذه الكائنات القبيحه الواقفه على الطريق، قال لي انها #أرواح موت، متخصصة في سرقة أرواح الناس أو أذيتهم من خلال #حوادث الطرق والسيارات. ممكن أكون بخرف وإن اللي أنا شفته مجرد تخيلات، لكن في كل الأحوال خد الكلمتين دول وافحصهم. لا بص، هو مش ممكن انت تكون بتخرف، هو اكيد انت بتخرف. فيلو تخصص تغليف الهبل بالذهب. كلامك صح او بقيت كلامك صح، لازم ننتبه على الطريق ونخلي بالنا، وده شيء كويس ان انت يعني تقوله. لكن بقى تقول لي كائنات وارواح موت متخصصه في قتل الناس عن طريق حوادث الطرق والسيارات. طب قبل حوادث الطرق والسيارات من زمان كان تخصصهم ايه؟ ولا غيروا التخصص لما الناس كانت بتركب جمال؟ ما كان بيقتلوهم على الجمال؟ انت بتقول ايه؟ لا وكمان سالت الروح القدس فقال لك ان هم دول الارواح ودول كائنات قبيحه وارواح تخصص قتل على الطريق والكلام ده. انت مش شايف انها واسعه قوي؟ شايف انها مش بس واسعه، مش منطقيه؟ ولا يمكن انا اللي وحش وبتصيد لك الاخطاء وده رايي لوحدي؟ كلامك حلو اننا نخلي بالنا من الطريق، بس طالما بتشوف الكائنات الغريبه دي لازم تزور طبيب نفسي، مش عيب، بس عشان ربنا يسترها عليك في الطريق. لا بص يا جماعه، بصراحه انا ما كنتش متوقع كده كتير. ده فيلو ناقص بقى يلبس بتاعه وخرز وطرطور ويقول لي انا خبير فلكي وبشوف لك الابراج وبصدق في تقسيمات الابراج والكلام ده بقى، وان العلم ضد الايمان والحاجات دي. ما عندناش مشكله مع العلم والعلماء، لكن عندنا مشكله انهم يعطونا لقب عالم لكل من افتى وقال رايه، وياخدوا اللي قاله يعتبروه #نظريه علميه يحرم على الناس نقدها وكانها في حد ذاتها اصبحت دين. لا طز فيكم بقى. اذا هنا سؤال، هو مين اللي بيقول ان ده عالم او ان ده علم او ان دي نظريه علميه مثبته، ومين اللي بيثبتها اصلا؟ اعتقد من حقنا نسال، بالذات ان كتير من العلماء والعلم والنظريات الحديثه يبدو وكانها متفصله ضد كلمه يهوه والايمان المسيحي. لا عجب. الكلام ده معناه اننا نصدق في الابراج وما الى ذلك. ارجو التوضيح. الابراج موجوده وحقيقيه، التنجيم هو المشكله. يعني انت بتصدق في التقسيمات وارتباط ده بشخصيتهم؟ لا ده انت حالتك مستعصيه فعلا. طيب انا هجرب حظي معاك اخر مره، ويا رب المره دي ما تكسفني يا فيلو. لو كسفتني المره دي مش هدافع عنك تاني. بصوا، فيلو يسرق ويترجم ترانيم، يغير في كلامه، يقول معلومات بدون مصادر موثوقه، يشجع اسرائيل والقتل ويقول الفلسطينيين مالهمش حقوق، يتكلم في دجل وشعوذه ونظريات مؤامره وغيبيات ملهاش اساس، لكن انه يفتي بقى في مواضيع علميه واقتصاديه وسياسيه، لا. من يومين استراليا قررت الغاء استخدام الكاش لاي منتج او بضاعه اغلى من $7500. واجب التنفيذ يونيو القادم، والان وصلني انه في مصر يتم سن قوانين مشابهه. ده اللي فيكم كان بيقول لي لسه بدري على مصر. اعتقد مجرد وقت وكل دول العالم هتلغي استخدام الكاش، ودي مش نبوه، ده واقع اوريدي. طبعا اللي بيتابعوا الامور دي، لكن غير كده هيكون كلام غريب للبعض، فاقبلوا اعتذاري. ده يرجعنا للسؤال، لو افترضنا ان الغاء الكاش هو اول خطوه للسيطره على كل البشر وتلا خطوات متعدده الى النص للبيع والشراء المذكوره، هنعمل ايه؟ طبعا ده بافتراض ان الكنيسه هتجتاز الضيقه او نصف الضيقه. بص يا حبيبي، الكلام اللي هقوله لك ده معلومات مش اراء، تمام؟ يعني اعتقد انك عارف الفرق ما بينهم، او مش عارف، يعني هنشوف. اولا كلمه كاش او فلوس او نقد او عمله، كل ده معناه حاجه واحده بس، حاجه ببساطه بتدي قيمه مقدره محدده لحاملها لصرفها او تبديلها بحاجه تانية، تمام؟ الموضوع ما اختلفش كتير عن زمان كان نظام المقايضه كالاتي: انا بزرع، انت بتصطاد، انا هديك شويه خضار، انت هتديني شويه لحمه. حلو. مع تعقد المجتمعات ظهر قطاع اسمه القطاع الخدمي. القطاع الخدمي ده بيشمل الاطباء والمعلمين والشرطه والحاجات اللي زي كده. طيب القطاع الخدمي ده
ما بيقدملكش سلعه في ايدك، يعني ما بيديكش حاجه تمسكها كده، هتعمل ايه؟ ظهر هنا فكره العمله، ان انا ببساطه هقدر مجهود الشخص اللي قدامي ده بشيء ايا كان بقى هو الشيء، واقدره واديهوله فهو يتعامل بيه. مثلا المدرس بيديك سلعه فكريه، طب انت هتدفع له ايه؟ وايا كان اللي انت هتدفعه له ما يمكن هو مش محتاجه. لو انت صياد والمدرس بيعلم لك ابنك، انت هو مش محتاج لحمه الشهر ده، انت كده مش هتعرف تسدد ثمن مجهوده. مع ان في الارياف مثلا كان شيخ الكتاب لحد يمكن وقت قريب، يعني مش قريب قوي بس كان موجود، يعني انه بيقبض مثلا نص اجره او اجره كامل من سلع في البيت، جبنه وسمنه وبيض. دلوقتي مع التعقد المجتمعات طبعا بقى صعب تعمل كده. فايه الحل؟ الحل ان احنا نخترع حاجه ليها قيمه محدده المجتمع كله اتفق عليها، القيمه دي بتحدد لصاحبها تمن مجهوده، هو بقى يروح يصرفها باللي هو محتاجه المره دي، لحمه بقى، خضار، خدمات تعليميه تانية، يعني مدرس يروح لمدرس تاني، ايا كان مش هتفرق في النهايه. هو ده الفكره. ايه بقى العمله دي؟ صدف، فلوس، ذهب، توابل، ايا كانت هي ايه. المبدا ده موجود من اول الانسان ما بدا ياسس مجتمعات ويستقر في مكان. فلو لغوا الكاش وحولوه لعمله رقميه، لنقط، لايا كان هو ايه، في النهايه المبدا واحد ما اتغيرش، هم بس غيروا شكل الموضوع او اسمه زي ما بيتغير على مدار السنين، لكن العلامه دي لو هي فعلا علامه، فالعلامه دي يا حبيبي موجوده من زمان. فهمت حاجه؟ هاشتاج توقعات ليست هاشتاج نبوات، علشان ما تستغربش وما تخافش. ازمه طاحنه في الكاش، السيوله في معظم البلاد يليها الغاء الكاش، والناس هتقبل الحل وتاكل الطعم برغم ان ازمه الكاش مفتعله. هاشتاج ديزني تقدم افلام هاشتاج مثليه جنسيه للاطفال وتشجعهم عليها. ناسا هتقنع العالم بحقيقه الكائنات الفضائيه وتطالب البشر بمحبتهم لانهم كائنات كيوت. جاستن ترودو بتاع كندا يشجع تطبيق الشريعه في بلاده ويدخل اكبر عدد من اللاجئين يتضمنهم ارهابيين هو طالبهم بالاسم، وفي نفس الوقت يدعم بجنون المثليه والاجهاض لان دول كانوا هدفه الوحيد لرئاسه كندا. اوعى تصدق انه رئيس بجد لانه موجود عشان يلخبط الزواج والعائله وبس. بص انا مش هتكلم عن نقطه لاني بجد يعني ده تضييع وقت ان انا اقعد اكلم لك عن نقطه انت قلتها. انا هقول لك حاجه واحده بس، انه تاويل الامور بالشكل المتخلف والعنصري ده من واحد اساسا مهاجر للسويد، وتقول بقى رفع الاذان في السويد مش عارف ايه، انت اساسا مهاجر، يعني ده يبين الازدواجيه والعنصريه الشديده اللي جواك. في ستوكهولم واثناء تحركي من مكان لمكان مستخدما القطار والمترو والمطاعم لم احتاج ان اتكلم الا اللغه العربيه. استطيع ان اكتب الكثير بهذا الشان لكني لن اكتب، اكتفي بان ازيد دقه لجرس الانذار الذي يدق منذ سنوات كثيره قبل ان تاتي ضيقات لا يتخيلها احد، واختفاء الثقافه الغربيه والمسيحيه تماما. ما هو انت اساسا سويدي واسمك الحقيقي فيليب ويساسان، واصحابك هم لوكي وثور وبتعبد اودن. وايه الثقافه الغربيه المسيحيه؟ انا اول مره اسمع التعبير ده بصراحه. الثقافه الغربيه غربيه، الايديولوجيه او الديانه او الايمان المسيحي ايمان مسيحي. اساسا المسيحيه اتولدت في الشرق، فانت للدرجات دي بقى عندك احساس انه الثقافه الغربيه المسيحيه هي اهم وهي الثقافه الوحيده المطلوبه. انا معتز جدا بثقافتي الشرقيه، وانا مش ضد الغرب، انا ضد التغرب، انا ضد ان الانسان ينسلخ من جلده لانه هو حاسس بالدونيه او حاسس ان ثقافته وحشه، او انه شايف ان الغرب او ان ثقافتهم هي احسن ثقافه في العالم. هو ده اللي بيضايق. دول العالم سرقت اوثان مصر ومسلتها وزرعتها لتتبارك بها في اهم مدنها مثل روما في قلب كنيسه الفاتيكان، باريس وميادين اوروبا والشرق الاقصى، ومن لم يسرق قام ببناء اعلى مسله فرعونيه في العالم امام البيت الابيض. لاجل هذا ابتهج قلبي عندما قرات انه في اخر الايام الرب بنفسه سياتي على سحابه سريعه فترتجف اوثان مصر امامه وتهتز بشده لتسقط. الخبر السار هو انه عندما تسقط الاوثان في مصر ستسقط في جميع دول العالم، لانها سقطت في اصلها ومنبعها، وسقطت معها آلهتها التي ما زالت تعبد. نهضة مصر الروحية هي نهضة للعالم، وهذا ليس كلامي. معلش ثانية واحدة، هي التماثيل والآثار الفرعونية اللي هي من قبل زمن المسيح على الأرض أوثان؟ هو في مصريين بيعبدوا هرم خوفو أو بيقدسوا رمسيس الثاني؟ على فكرة السلفيين عايزين يهدوا الأوثان دي، انت والسلفيين في نفس الخانه. المسيحيين ما عندهمش مشكله انهم يصدقوا ان صندوق خشبي اسمه تابوت العهد يستطيع ان يمثل حضور الله الكامل في العهد القديم ووجوده يحقق انتصارات، لكن عندهم مشكله انهم يصدقوا ان الهرم او المسله او اي شكل اخر مصنوع لآلهة اخرى قد يحمل اي نوع من الحضور الالهي، ويعتبرون هذه الامور سخافات ويسخرون من قائلها. لماذا لم تسخرون من صندوق خشبي يقف امام تمثال سمكه لاله اسمه داجون، ففجاه السمكه تقع امام الصندوق وتنقطع راس السمكه ويد ورجل التمثال الذي يمثلها؟ اذا القوه ليست في صندوق الخشب او في الشكل الهرمي او في المسله او الشجره المقدسه في الهند او شكل سمكه داجون، لكن القوه الروحيه تاتي من الاله الذي يجعل هذا الشكل مسكنا لحضوره او ممثلا له. ولا يتم التعامل مع التماثيل والاشكال بتكسيرها بل مع الالهه روحيا.
إن كانت هذه الأشكال ما زالت حية أكتف يأتي إليها الناس لتلتقي مع الأرواح لتستمد عون ومدد ويحدث تواصل روحي بين العالم المرئي والغير مرئي. اقرأ الجزء بخصوص لو التمثال أكتف. ده الفاصل. أنا بستمتع بكل الأماكن السياحية والأثرية القديمة، لكن محتاجين نعرف ما هي المذابح الأكتف والأخرى التي في تعداد الآثار ليس إلا. طب وبعد ما نعرف إيه هي المذابح الأكتف، عشان إيه الأكشن اللي المفروض ناخده؟ أنا كاتب إنه يتم تعامل روحي مع الآلهة الغريبة عن طريق قيادة الروح لصلواتنا بسلطان. لحطمت هذه الأصنام المعبودة وغير المعبودة. هو مين قال إن مفيش آلهة تانية؟ هو مش الكتاب بيقول لا مثل لك بين الآلهة؟ والكتاب بيقول كل الآلهة الشعوب أصنام؟ يوجد آلهة كثيرة يا حبيبي، لكنها أرواح مخلوقة وكائنات روحية ورئاسات ساقطة، وما زالت تعبد إلى الآن في العالم كله بأشكال متعددة. ما دام بتعبد تبقى آلهة. الكتاب بيقول كده مش أنا، أوكي؟ لكنها آلهة أو رئاسات روحية ساقطة مخلوقة، لا مثل لك بين الآلهة. أولا يعني أنت بتقول إن ده كلام مؤمنين كتير ومنهم الكنيسة الصينية. بص يا حبيبي، الله يكرمك، الصين فيها اللي فيها مش ناقصاك دلوقتي، اوكي؟ ثم تعالى هنا، ايه مذابح اكتف دي؟ مالك يا حبيبي انت كويس؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ يا عيانة بص على رياضة دي الصبح تبلعها شوربة العفريت. مالك يا فيلو؟ مالك يا حبيبي؟ اشكيلي همك، قول لي مالك. وكمان في آلهة تانية وبرضه رئاسات روحية ساقطة. انا مش عارف ايه موضوع الساقطة اللي معاك دي بصراحة. هو انا بجد يعني انت بتجيب الكلام ده منين؟ بص هنمشي ورا منطقك. انت قلت طالما بتعبد، تعال نفكر كده. المصريين القدماء عبدوا الشمس وطلعت نجم، ما فيهاش اي رئاسات ساقطة ولا روحية ولا الكلام ده خالص. وعبدوا النيل وطلع برضه نهر عادي، شط مية ما فيهوش اي حاجة. مش معنى ان الانسان قدس شيء ان الشيء ده فعلا مقدس او جواه روح. لا، هو ده حاجه في دماغ الانسان، ده مقدس في دماغ الشخص اللي بيقدسه، مش لان هو في الحقيقه فيه شيء. وده ندلل عليه بقى من الكتاب المقدس لما ايليا اتريق حرفيا على انبياء البعل وقال لهم لا زعقوا شويه، يمكن مش سامعكم، البعل مش سامعكم، زعقوا صوتكم شويه، لانه ببساطه في التمثال فاضي ما فيهوش حاجه. التقديس ده في دماغهم، هم كانوا مقتنعين ان هو بيسمعهم، بيبنوا له وهم كده زي الالياذه والاوديسا، زي الجبل الاوليب. كل الكلام ده في دماغ الناس، الكلام ده ما حصل. لكن بقى بمنطقك خلاص ما تطلعش في الشمس ولا تشرب ميه، ولما قلت عليك داعشي بتزعل. مع احترامي ليك يا فليب، انت بتدعو بنفس افكار جماعه التكفير والهجره، نكفر ونهجر وندين المجتمع اللي هيسود عليه الوحش في كل تعاملاته في المجتمع. هاشتاج سؤال افتراضي، لو افترضنا مثلا ان عيد الحب اصوله وثنيه، هل ستحتفل بيه؟ جاوب نعم او لا بدون افتاء. ها بدون افتاء يا ابني، انت بتتغذى على الافتاء اساسا. على العموم بص، يعني انا برضو مش هضيع وقت في موضوع الفالنتين حلال ولا حرام. الازهر نفسه قال انه عادي ما تحتفل. اصوله بقى ايه؟ احنا لو قعدنا ندور انا يعني مش هضيع وقت في الكلام ده، بس بدون افتاء ايه يا راجل؟ هل صدفه اني بقالي شهور بوضح للناس الفرق بين الريمبو الحقيقي، ميثاق عهد يهوه مع شعبه ومع الخليقه، والفرق بينه وبين علامه زواج المثليين المزيفه الناقصه لون، وفجاه النهارده الصبح وانا بفطر الاقي الريمبو الحقيقي جه زارني في بيتي تحت السفره اللي بفطر عليها. اها قد تراها صدفه وقد تكون صدفه، لكن رمية 8 بيقول ان الخالقه نفسها تئن منتظره استعلان مجد ابن من الابناء ينصفها. شاهد الفيديو للاخر وهتلاحظ ان اللون اللبني اللي شالوه من يعضدون زواج المثلين هو اكتر لون واضح. ما ينفعش تسرق ربنا او تشوه صناعته او تشوه البشريه بزواج مزيف. لا، هي مش صدفه ان الريمبو زارك، هي فيزياء. انا ممكن اخلي الريمبو يزورني دلوقتي. منشور ثلاثي ازاز تعدي منه ضوء ابيض هيطلع لك الريمبو. بلاش ذكاء، ها؟ مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني دي فيزياء بتاعت ثالثه اعدادي، فاكرها ولا ما عدتش عليها؟ اخي فليب، انا شايف ايضا مع الريمبو شكل سيف، والسيف كلمه الله على فمك، وانا متاكد بان ما تعمله هيعمل بقوه في الاجواء الروحيه. يا هناك بحضور الروح القدس والمجد الحبيب قلبنا وربنا يسوع وحده. بص، انا مش هشيل اسم الشيء اللي قال الكومنت ده ولا صورته، انا هسيبه منه للناس كده، لكن انا لا تعليق انه ده طبيعي لما واحد زيك نوعا ما معروف وله ناس بتسمعه يقرر بدل ما يوجه الناس في طريق ان هم يبطلوا عن الدجل والغيبيات وياخدوا بالاشكال والكلام ده، وان هم يبداوا يتجهوا للتفكير والشغل الحقيقي، لا يزود الكلام ويعلمهم الكلام ده. طبيعي هتلاقي اللي بيخش معاك في الخط يقوم مزود ومعلي عليك، يعني انت تبدا وهم يعلوا عليك زياده، فانت تبدا بالريمبو زارني يقول لك لا ده كمان انا شايف فيه سيف، وواحد تاني يقول لك بقى انا شايف بص شكل صليب، ولا بقى ده اوهام. انت ما بتساعدش الناس ان هم يشغلوا مخهم، انت بتساعدهم يتوهموا اكتر. كنت عمال احب في يسوع وقعدت ارسل له قبلات محبه في الهوا، وكنت مستغرب من اللي بعمله لغايه ما افتكرت مزمور 12:2 عندما طلب الاب من ملوك الارض ان يقبلوا الابن. كيس ذا سان، كلام جميل جدا. فكرتني مره من حوالي 15 سنه كنت بتمشى وبطلب من الرب ملء الروح، وشعرت في روحي ان في رساله، ان في علاقه زيجه حصلت بيني وبين الرب. فرحت قوي وانزعجت بسبب التشبيه، خاصه واني شفت في الروح دي زي قسيمه الجواز، واستغربت قوي ما رضيتش اقول لحد الكلام ده.
بص دي للمره التانية بقول لك انه اي رد بقى على الكلام ده هيبقى بالفاظ والفاظ جامده، لكن ده دليل على اللي انا بقوله لك. انت بتبدا الخط بدات بالبوس، واحد علها للجواز، انت متخيل؟ مش عارف اقول لك ايه فعلا يعني، انا بجد مش عارف اقول لك ايه. انت الكلام ده هتحاسب عليه خلي بالك. لكن على العموم انا برضو هسيب التعليقات للناس وهي بقى ايه يشوفوا ويردوا، عشان ما يتقالش عليا وحش وان انا وحش وبكسر في مقاديف يعني ايه قاده الكنيسه، وان انت واحد بقى انت مرنم وبتاع الروح. ده اللي انت بتؤدي له. وبرضه مش هداري اسم ولا صوره الشخص اللي كتب الكومنت ده او الشيء اللي كتب الكومنت. قبل ما افسر فيلم الماعز الاليف، لاحقا عايز اضحك بصوت عالي مع ابويا السماوي في مزمور 2 واقول لابليس والرئاسات والسلاطين العليا والسفلى اللي شايفين نفسهم بقى قوي اليومين دول لانها ايام صعودهم، لان يوم الرب اقترب. طز فيكم كلكم، طز فيك يا لوسيفر يا معز يا شرير يا ابو مسير محتوم، وضم صوتي من سوء اشعياء واقول له احتقرتك، اهتزأت بك العذراء ابنه صهيون، من عرف قد دفت عليك ومن عليت صوتك وقد رفعت الى العلاء عينيك على قدوس اسرائيل. معلش كنت مزنوق في الكلمتين دول ولازم اعلنهم في الاجواء. وجالنا انباء دلوقتي ان الشيطان جاله بانيك اتاك ودخل في حاله اكتئاب حاد. ايوه وايه تاني وانه هيقرر ينتحر بسبب ان ويصو قال له يا معزه يا ابو بصير محتوم. عندك حاجه تانية تحب تعلمها لنا او تضيفها يا باشا؟ حكيت لنا قبل التسجيل على قصه لذيذه قوي مع بنتك، عايزين نسمعها ونعرف هي علمتك ايه. لا يعني هم بيحسوا قوي بكل حاجه، شاطرين، بيفهموا اكتر بكتير قوي ما احنا نتخيل. انا في مره عامه يعني انا مراتي بتاخد بنتي عندها 3 سنين اسمها هنا، ومراتي بتنيمها لسه يعني ما ينفعش انا اروح ينام مش هتروح، لازم حد يتولى هذه المهمه. فهي بتنام الساعه 8 ونص في الغالب هو لسه ما روحتش، فمراتي بتتولى مهمه انها تنيم هنا. فمراتي بتتكلم مع هنا سويدي عشان مراتي مش مصريه هي سويديه. ففي مره كان مراتي عندها حاجه بره وكنت انا لازم انام هنا، كانت خبره جميله جدا ان انا عمال بقى هي تقول لي حاجات بالسويدي وقصص وانا بحاول المهم يعني حاولت اشاور وانا لغايه لما ابتديت تقتنع انها هتنام. هي استسلمت الامر الواقع. هي شافتني ماما مفيش ماما خلاص هو بابا النهارده. فانا خلاص هنام بقى. حكيت كل الحكاوي ممكن وهي لي عماله تقول لي يسوس مين؟ فافتكرت ان يسوع بالسويدي يسوس. حسيت هي ماله يسوس؟ هي حاسه بابا امان. فاكتشفت انها قاعده تصلي، يعني هي اتعودت مع مامتها انها بعد ما تخلص القصه انها بعد ما تلعب معاها. فانا يعني حاولت اجمع كل الكلام السويدي اللي اعرفه في الدنيا، يعني شكرا يا رب على النهارده، شكرا على بابا، شكرا على ماما، بالكتير قوي كده. وقلت امين، راحت قايله امان ونامت. يعني حسيت فهمت عايزه ايه وهم وهي خلاص بقى جزء من معناها 3 سنين عرفت ان في روتين اسمه انا بسمع قصه بس بصلي واشكر ربنا على النهارده وعلى بابا وماما وانام. وعايزه تقول لي كده انت ماما بتعمل كده انت ما بتعملش كده ليه؟ كانت حاجه جميله يعني. بتقول علمتك بقى تصلي قبل النوم كل يوم؟ دي كانت برضه كانت فرصه لطيفه. ونمت بقى. نمت والله نمت، كنت هلكان قعدت اعيط. يعني انت اتجوزت ورحت السويد وخلفت بنتك هناك وبتتكلم سويدي، سبحان الله. لا يعني معلومه مهمه، وانت ما بتعرفش تتكلم سويدي يا عم، انت بتتكلم عربي اساسا. ما علينا. ولفه كده طويله في النهايه كل ده ليه بقى؟ عشان تقول لنا ان انت اتعلمت منها تصلي قبل ما تنام. انت متاخر مثلا حوالي ايه يعني 35 36 سنه في الموضوع ده، لان العيال عندنا بيتعلموا عادي او ما يتولدوا كده عادي. فانت بتقول ايه؟ هنقول بقى شويه كلام مهم ده بقى للحلقه دي والحلقات اللي جايه. اولا بالنسبه لفليب ده، اولا انا ما تعرضتش لاي حاجه شخصيه او تمس حياته الشخصيه او اسرته او باي شكل من الاشكال، ومش هتعرض لانها ببساطه ما تهمنيش. وده مش للتقليل منه، لكن لانه مش هو ده الهدف او مش هو ده الحاجه المهمه. الحقيقه انا ما بحبش فيليب ولا بكرهه، يعني هو لا صاحبي ولا صديقي ولا عدوي. انا يهمني المنتج الفكري والفني اللي انت بتقدمه. ليه؟ اسباب بقى انا حر، انا بحب اتابع الحاجات دي واحب اقيم الكلام اللي بيتقال، لان انا برضو انا بسمع وبشوف، ومن حقي انا كجمهور اقيم بقى، اشوف الكلام اللي انت بتقوله. وطالما انت ارتضيت انك تحط الحاجه دي بابليك، تحطها قدام الناس، ما انتش مداريها في غرفه خاصه وانا جاي اتصنت عليك، انت حاططها قدام الناس، من حق جميع الناس تقيمها وتقول رايها فيها بصراحه، حتى لو الراي ده مش عاجبك.
اوكي. اما بقى اللي بييجوا يقولوا لي ما هو حر يقول اللي هو عايزه واحترم حريه الراي، هو انا ما احترمتش حريه الراي؟ ما هو حر يقول اللي هو عايزه. هو انا جبت قوه جبريه اجبرتك ان انت ما تتكلمش؟ ما كل انسان يتكلم زي ما هو عايز، بما فيهم انا يعني، بغض النظر عن الناس اللي تيجي تقول لي كده. طب ما انا برضو حر اقول اللي انا عايزه، بس يعني بغض النظر عن الغباء ده. لكن في فرق هنا بين احترام حريه التعبير واحترام الراي نفسه. انا بحترم حقك في التعبير عن رايك، التعبير عن افكارك ومعتقداتك اذا كانت هي فعلا معتقداتك، لكن مش لازم احترمها ومش لازم احترم رايك ذات نفسه. انا ما بحترمش رايك زي ما انت شايف، لا مصادر ولا افكار عليها القيمه وكلام كله غلط ومعلومات وسرقه وترجمه. انا ما بحترمش الكلام. احترمك كشخص لان ده انسان وواجب الاحترام ليه طول الوقت، ومفيش انسان في العالم يجبر على احترام اي راي، لان دي تبقى فاشيه. فيليب ممكن يكون شخص كويس في الحياه بقى، يعني انسان كويس، صديق مخلص، اب كويس، ده كل ده جميل ولا يعيبه، يعني اتمناه له في حياته. لكن ده ملوش علاقه بان هو يجي الناس تقول لي ما اصل انت لو تعرف فيليب. انا اعرفه ليه؟ ما يفرقش معايا. انا اللي يفرق معايا منتجه. لو منتجك وحش او مسروق وانت شخص كويس في الحياه، دي ليك، انك شخص كويس ده ليك. منتجك انت بتقدمه للناس، يبقى الناس هي اللي تقيم. وتاني زي ما قلت، ده مش الهدف ان انا اقلل من شخصك، لانه انا بقلل من منتجك. انت منتجك منتج واقع، ممكن غيري شايفه قوي، هو حر برضه رايه فيه، لكن ده لا معناه ان انا وحش، ولا معناه ان انت وحش، ولا معناه ان الشخص الثالث اللي شايف عكسنا حاجه ثالثه اساسا هو شخص وحش. كل واحد فينا له رأي وعنده الحق والحرية في التعبير عن رأيه. الكلام ده بقى مش بس لفليب، ده لأي شخص. زي ما بقول في أول البرنامج كل مرة، في أول كل حلقة، إنه احترامنا لجميع الأشخاص، وده لأشخاصهم، لحقهم في إن هم إنسان. لكن آرائهم، منتجاتهم بقى الفكرية، سواء أفلام، منتجات موسيقية، كتابة، وعظ، أيا كان، من حق الناس إنها تفلتره، وده اللي الكتاب المقدس بيحض عليه. اقروا وفتشوا واعرفوا الناس دي بتقول لك إيه، مش أي حاجة تتقالك تاخدها كده والسلام. فيا ريت بقى الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي دلوقتي وبتشتم وشايفين إن أنا إنسان بقى بهاجم المسيحية وبهاجم المقدسات وبهاجم الأعمدة اللي مش عارف إيه، بصوا يعني لو أنت من النوعية دي فالفيديوهات دي مش معمولة ليك. أنا مرتضي بالشتيمة لأنه ده دايما في الأول ده اللي بيحصل. يمكن في المستقبل الناس هتشوف فيديوهاتي وتقول يا ريت كنا سمعنا كلامه من الاول، او فعلا ده حاجه كانت مطلوبه. يمكن دلوقتي انا بتشتم، لكن الفيديوهات دي في يوم من الايام هتكون تراث، هتكون حاجه موجوده، تاريخ كده موجود على النت. يمكن بقى اعيش عشان اشوف اليوم ده ما عاشوش. لكن يعني شكرا لكل الناس اللي بتخش تشتم، بشكركم كلكم. فكل اللي بقى واحد له مشجعينه بيخشوا يطبلوا له ويقول لك بقى مش عارف ايه، بص انا ماليش دعوه بشخصه، ماليش دعوه هو شخص جميل واثر في حياتك انت الشخصيه قد ايه، دي ليك وليه ودي بتاعتكم. الجزء اللي يهمني انا هو المنتج وشكرا. خلاصه بقى الحلقتين دول، شايف ان فيليب شافه شخص فاضي، بس فاضي هنا فاضي من جوه. بيتكلم في اي حاجه، ملوش لون موسيقي، ملوش هويه فكريه محدده، مره مع الصوفيه، مره ضدها، مره مش عارف بتعبد الشيطان، مره في كائنات، مره فضائيه، مره مفيش. هو انت بتتكلم في السياسه والتوقعات، ولا في محاربه الاخوه، ولا الكاريزماتيه وفي الاحوال الشخصيه؟ خليك ثابت في حاجه واحده يا فليب. ليه بقى انت بتتكلم في كل حاجه او في اي حاجه؟ اولا موسيقيا انت ما انتش موهبه فذ، ما انتش احسن عازف جيتار، ما انتش سانتانا، يعني صوتك ما هوش احسن صوت بالنسبه للمرنمين، بل بالعكس انت من اقل الناس الموجوده على الساحه او كخامه صوت. في ناس كتير احسن منك، سواء من الجيل اللي سبقك او من الجيل اللي بعدك، اللي انت بتجيبهم يرنموا لك في كليباتك وفي اغانيك. فده بالنسبه للموسيقى. بالنسبه للكتابه الموسيقيه، انت كتابتك ركيكه ورايماتك واقعه وشعرك واقع وتعبان جدا جدا ودون المستوى خالص. غير كده انك بتسرق اساسا وتترجم مزيكا. تعالى تانية بالنسبه للكاريزما والشخصيه، انت بتلعب في اي حاجه، في كده ترنيمه معينه تسمعها يا لو فلان يرنمها، او تسمعه هو ده صوت فلان على طول، او هي دي من موسيقى فلان، او انت ما عندكش ده وما تقدرش تعمل ده لان امكانياتك ده اخرها. وده ما يعيبكش لان دي مواهب، فيعني انت ما اخترتش تبقى كده. لكن تعال بقى نفكر، شخص بالمستويات دي او بالصفات دي ازاي تحول شخصيه عاديه لنجم؟ الاجابه حاجتين، اول حاجه كثير الجدل، تاني حاجه اجري ورا الترند. ما هو ده اللي هيخليك في بق الناس، هو ده اللي هيخلي الناس تتكلم عنك طول الوقت. فانا اعمل ايه بقى؟ انا اكتب بوست مثير للجدل، بص كائنات فضائيه مش عارف ايه، شياطين، فالناس ايه يا عم الكلام ده، فيحصل تفاعل، خد وهات. ناس كتير بتخش تهزقك، ناس تخش تشتمك، ناس تخش تقول لك انا معاك، ناس تخش تقول لك كلامك صح، ناس تخش تقول لك كلامك غلط. هو ده المطلوب، هو ده اللي انت عايزه. ماركتينج، كله ماركتينج، كله دعايه. الحاجه الثانيه اجري ورا الترند، ايه اللي ماشي دلوقتي واكتب الهاشتاج بتاعه واجري وراه واسرق. على فكره دي استراتيجيه معروفه، يعني انت مش بتخترع العجله يعني. فايه بقى، انا اجري ورا الترند، مره اتكلم بقى على دينا الشربيني، مره على عمرو دياب، مره على الاغاني، مره على مريم فارس لما جت مصر. اي ترند انت راشق فيه، اهم حاجه انه شغال اليومين دول، فهجيب سكه مع الناس والناس هتركز معايا، فافضل مكمل في سكه الماركتنج دي. مثلا حاجه من الحاجات اللي انت عملتها خناقتك مع الاخوه البلاميس، اللي انا شايف ان هي فجاه وطلعت مره واحده كده. ليه بقى؟ انت راجل عملت البوم واضح ان التسويق بتاعه مش كبير او ما جابش،
فانت تعمل ايه؟ دب خناقه، اعمل بيف، دب خناقه، فالناس تتكلم، فهوبا ايه يا عم فليب بويصه، ده فليب بويصه منزل البوم جديد، طب ما تيجي نسمع، ما يمكن يكون بيتكلم علينا. انت بتتكلم بشغل الكلمات الرنانه الطنانه اللي بتهيج المشاعر وتعمل مش عارف ايه، تحط جليتر كده على الكلام ويبان انه حكيم، هو في الاخر كلام فاضي. لو تفكر في دقيقه كلام فارغ ملوش اي معنى، وكلامك غلط ومعلوماتك غلط، وحتى وان كانت صح فانت بتقولها بطريقه تثير الجدل عشان تكمل في دعايه الماركتنج. فهو كله بيصب في الماركتنج. اما بقى لو انت مقتنع فعلا بكل حاجه انت بتكتبها، فهنا انت خرجت من دايره المرض النفسي، حتى انت دخلت في المرض العقلي. انت جالك بقى تهيؤات، انت بتشوف اشباح، بتشوف حاجات وبتسمع اصوات، ده تهيؤ، ده مرض عقلي. روح اتفرج كده على حلقه من حلقات الدحيح او فارمستان وانت تعرف ايه المرض العقلي. وانصحك انك تشوف دكتور على وجه السرعه، لان واضح ان هي الحاله مستعصيه فعلا. نصيحتين بقى قبل ما اخلص. بص، اول حاجه لما يجي حد يدسك في اغنيه زي كده وحش ويقول لك انت هتعمل ايه بالظبط، ان انت مش هترد وهتحك في الكتاب المقدس وهتعمل نفسك عندك روح رياضيه ونضيف ومش عارف ايه عشان تبان للناس محترم، استسكى وما تعملش اللي هو قال لك عليه. لا، انت مش عملته مره، انت عملته مرتين. وبما انه عجبك بقى الفيديو وضحك كتير وكده، فخد بقى ده لانه كوميدي وهيعجبك اكتر. النصيحة الأخيرة إن الفن مش بتاعك، الفن يعني إبداع، وأنت ما بتبدعش. أنت لما يوم ما بتبدع بتطلع اللي إحنا شايفينه ده، إلى جانب إنه أكتر حاجات مشهورة ليك هي أساسا حاجات مترجمة ومسروقة، فهي مش بتاعته. أنت بتحور على الناس، مرة تقول لهم iTunes ومرة مش عارف إيه، أنت لا عندك على iTunes ولا غيره، أنت عمال تقول أي كلام. عايز يعني مصر هتموت وتبقى في دنيا الفن، خلاص شوف لك شغلانة جوه الفن، بس ما تكونش أنت الفنان. يعني لو أنت شاطر قوي كده في لم التبرعات، وده مجرد اقتراح يعني، اعمل شركة مسيحية متخصصة أول مرة، واعمل عقود لناس وشغلهم وخليهم فنانين حقيقيين. دور في شباب كتير محتاج. انت لو عملت ده يبقى انت فعلا بتخدم الفن والفن المسيحي بشكل خاص. انت قلت قبل كده ان انت عايز توصل للشارع، انت مستحيل توصل للشارع، انت مش من الشارع، انت ما تعرفش لغة الشارع، ما بتتكلمش لغتهم. انت بتقول عايز اوصل للشارع وبتترجم وبتسرق ترانيم وبتعمل حاجات. الشارع مش عبيط، الناس ذكية، الناس بره اذكى من الناس جوه. انا دخلت بيه فني معاك، قدمت فيه 100 بار راب، اغنية وحلقتين من هيسولوجي. انت دخلت البيف ده او ردك كان على البيف ده هو كومنتاتك وتعليقات. انا هسيب الناس هي اللي تحكم، مع ان انا وانت عارفين النتيجه فين. دي اخر مره اجيب سيرتك بالشكل ده، او الشكل الواضح المخصص المركز عليك انت بس. لو سيرتك جت عرضا كده في اي موضوع انت طرف فيه، فهجيبها ببساطه. يعني انا اديتك فوق قدرك ومساحتك بشويه حلوين. وحتى لو انت قررت، مع ان انا عارف ان ده مش هيحصل، لو انت قررت مره في حياتك كده يعني تاخد المسؤوليه وترد على الكلام اللي احنا بنقوله، فانا حتى مش عارف انا هرد على ردك ولا لا، لان انا اعتقد ان انا خلصت الكلام كله. لكن انا ده انتهيت، انت كده انا جبت اخرك معايا، انت كده انتهيت معايا خلاص. وبس كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو ينتشر، وتشترك على القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش تبص على المصادر اللي موجوده تحت في الديسكريبشن. اشوفكم الحلقه الجايه. ننعى بكل الفرح والغبطه شهيد الراب واليوتيوب فليب بويصة ذو الافكار العويصه، والمرنم الصوفي والرابر والمفكر المحارب للصوفيه، وصاحب نظريه ان الشياطين كائنات فضائيه، صاحب المسروقات الفنيه والنظريات الخفيه والمصادر الجهنميه، ونتقبل عليه التحفيز في المنصات الاجتماعيه عقب الدفن في المهلبيه. ودق يا مزيكا.